امبارح بالليل قاعد زهقان ففتحت تيك توك وقعدت اقلب لحد ما جه قدامي اعلان لتطبيق دايما بيجيلي. مع بنات حقيقيات تبتدي بشرح جديد في ثواني وتبدأ الحديث على طول. بنت لبسها مش كويس خالص وبتعمل حركات اغراء وتقول لي لو زهقان حمل التطبيق وتعالى نتكلم، والاول مره اركز في الاعلان ده فقلت يا عم ما تيجي نجرب واحمل البرنامج ده ونشوف البت دي عايزه مني ايه. دوست على الاعلان يا غزال وحملت التطبيق، واول ما فتحت لقيت عالم تاني خالص. صور وفيديوهات لبنات حلوه وبترقص واللي بتقول كلمني واللي بتقول رن عليا. الله، هي بقت سهله للدرجه. المهم دخلت البرنامج ولقيته طلب اسمي ورقمي والجيميل وست صور وفويس بصوتي وشويه هيقول لي وريني بطاقتك. لوهله كده خفت من كميه البيانات اللي بيطلبها مني، بس حسيت ان الموضوع حقيقي ومسلي واقدر اتعرف على بنات فيه. واول ما سجلت كل البيانات ودوست تاكيد والبرنامج فتح كده لقيت حنفيه نسوان ضربت في وشي. بنات كتير قوي بعتلي رسائل وعايز تتكلم معايا. صراحه استغربت الموضوع في البدايه، وعشان انا ناصح قلت الف شويه في البرنامج ده واشوف الموضوع ده بجد ولا نصبايا. وبرضه كل شويه بنت بتبعت لي رساله، ومش اي رساله، لا، كل الرسائل حرفيا قله ادب ووساخه وكل كلام البنات من السره وتحت، لدرجه اني حسيت ان البرنامج ده لامم زباله المجتمع. اي بنت عايزه اقول لها اي حاجه هدخل اقول لها عادي، هلاقيها ردت عليا وبتعرض عليا نفسها وجسمها من غير ما تشتمني او تعمل لي بلوك. البلوك اللي كلنا متعودين عليه من اي بنت بندخل نكلمها. حتى جربت ان ادخل اطلب من واحده ان احنا نتقابل ونعمل كده وكده، لقيتها وافقت وقالت لي تحت امرك نتقابل وتعمل كل اللي نفسك فيه. والغريب ان البرنامج ده مصمم بطريقه تخليك ما تطلعش منه. يعني مثلا بمجرد انك تديهم سماح لمعرفه مكانك، تديهم سماح لجي بي اس، يعني اول شاشه بتظهر لك بيكون فيها البنات القريبه من المكان اللي انت عايش فيه. تلاقي بنت كده على بعد 60 كيلو 70 كيلو. المهم الدنيا في اول 10 دقائق حلوه لحد ما جيت ارد على واحده من البنات، كتبت رساله كده وببعت قال لي رصيدك خلص ولازم تشحن كويز. هنا بقى اكتشفت ان الموضوع كله نصبايا وتجاره بطريقه جديده. عشان ابعت رساله لازم اشحن كويز، عشان ارن لازم اشحن، عشان اتكلم مع واحده فيديو لازم اشحن اكتر واكتر. وانا طبعا مراهق ودايما بجري ورا شهوتي، فكل 10 دقايق بشحن ب 100 جنيه في البرنامج، لدرجه اني في اخر اليوم فقت لنفسي ولقيت نفسي صارف المرتب كله على الوساخه دي. بس للاسف فقت متاخر واكتشفت حاجه مريبه جدا يا جماعه. البنات لما بتلاقيك جديد بتحسك زبون كده، تدخل تعرض عليك نفسها بطريقه وسخه قوي، تقول لك مثلا سيبك من البرنامج ده وتعالى نتكلم واتساب مثلا وانا هبقى البت بتاعتك واعمل لي مرتب. طب انت متخيل معايا تعمل لها مثلا مرتب 5000 جنيه في الشهر وهي هتبقى بتاعتك طول الشهر ده، تكلمها في اي وقت وتعمل كل اللي نفسك فيه، ولو فاكر ان الدنيا حلوه فلا. للاسف لو فكرت 5 ثواني بس هتعرف ان البت اللي بتعرض نفسها بالطريقه دي وبتوريك كل جسمها اكيد هتنصب عليك. انت سلعه وصفقه بالنسبه لها. هتبعت لها ال 5000 دول كاش وهوب تلاقيها عامله لك بلوك، مش هتعرف توصل لها وهتكتشف انك مغفل واتضربت على قفاك. هاي شله، انا منجاوي وده تالت فيديو من برنامجنا الجديد مخمخه. والنهارده هنتكلم في موضوع خطير جدا. 90% من الشباب المصري وقع في الفخ ده. لايكك الجميل ونضف لي ودانك كويس ويلا بينا. فاكرين زمان لما كانت قصه الحب تبدا بنظره في الجامعه او كلمه في الشغل او حتى جواز مصونات، امك تختار لك واحده من قرايبك او جيرانك، الدنيا كانت ابسط. لكن فجاه في اوائل الالفينات وبالتحديد حوالي 2012 مع ظهور تطبيق تندر بدات تظهر فكره جديده: ليه ما نقابلش ناس من تليفوناتنا؟ الفكره دي يا صاحبي ضربت في مكان خطير جدا في مصر. مجتمعنا له قيود وتقاليد والتعارف فيه مش بالسهوله اللي في الدول التانيه. تطبيقات زي تندر وبادو وهوايه قدمت حل سحري للناس اللي بتدور على شريك حياه او حتى مجرد صداقه، بعيدا عن المجتمع المقفول اللي احنا عايشين فيه. وبصراحه ده كان نقطه جذب كبيره. في البدايه كانت الشباب المراهقه من سن 16 ل 21 سنه هم النسبه الاكبر، دول الجيل اللي اتولدوا والموبايل في ايدهم. لكن مع الوقت ومع زياده قبول الفكره بدات تطبيقات تانيه تستهدف فئات عمريه اكبر، زي تطبيق ماتش اللي بيستخدمها الناس الكبيره في السن، وجريندر اللي بتستهدف فئه مجتمع ميم، واكيد على راس القايمه بيجي تندر وبادو، لان دول عمالقه اللعبه عالميا ومحليا، خصوصا انهم بيركزوا اكتر على فكره الجواز والجديه. وما تنساش كمان تطبيقات زي بامبل اللي بتشجع البنات ان هم اللي ياخدوا الخطوه الاولى، بتشجع البنات انهم يعرضوا نفسهم وجسمهم مقابل الفلوس او العلاقه. ومفاجاه بقى، في تطبيقات محليه ومواقع عاملينها شباب مصريين عندها ملايين المستخدمين. نيجي بقى للعبه نفسها، لصميم اللعبه. التطبيقات دي بتشتغل ازاي؟ بص يا غزال، الموضوع بسيط ومعقد في نفس الوقت. كلها بتعتمد على فكره السوايب، يمين لو عاجبك، شمال لو مش عاجبك. لو حصل ماتش، يعني لو الطرفين قبلوا بعض، تقدروا تتكلموا وتتعرفوا. لكن اللي معظمنا ما يعرفوش ان ورا السوايب ده في خوارزميات ذكيه جدا. التطبيق ده بيجمع بيانات عنك، مين بيعجبك، مين بتكلمه، مين بيكلمك، كل ده بيخليه يفهم ذوقك وبالتالي يقترح عليك ناس ممكن تعجبك اكتر. والموضوع مش عشوائي خالص، ده خوارزميات وتحليل بيانات. وهنا بقى مربط الفرس. عشان التطبيق يشتغل بيطلب منك بيانات كتير: اسمك، سنك، مكان شغلك او دراستك، صورك الشخصيه، بيانات حساسه زي ميولك الدينيه او السياسيه. وبعض التطبيقات بتطلب منك معلومات شخصيه جدا عن التزامك الديني
معاني او مدى تقبلك لحاجات معينه. واللي جاي ده بقى هو اللب في الموضوع اللي انا عامل عشانه الفيديو، ودي مش مجرد افتراضات او كلام عام، دي وقائع حقيقيه حصلت هنا في مصر. اكتر حاجه بنسمع عنها دلوقتي هي الابتزاز. كتير من الشباب والبنات بيتعرفوا على ناس والعلاقه بتتطور وبيتبادلوا صور شخصيه او فيديوهات خاصه او مكالمات فيديو حميميه وعلاقات كامله بتحصل في الفيديو، وفجاه الشخص اللي بيبعت رسائل حب بيتحول لمجرم. بنت في محافظه من المحافظات عندها 22 سنه اتعرفت على شاب على تطبيق مواعده اسمه سوجو، كان بيدعي انه مهندس وبني ادم محترم. يعني العلاقه اتطورت شويه بشويه واتبادلوا صور شخصيه جدا وحاجات ما ينفعش البنت تصورها نهائي. بعد فتره الشاب ده بدا يبتزها بالصور دي ويهدد بنشرها لو ما بعتتلوش فلوس او ما قبلتش طلباته. البنت جت في حاله انهيار عصبي ومرت بايام صعبه جدا وحاولت تنهي حياتها اكتر من 3 مرات، بس الحمد لله اهلها لحقوها وعرفوا القصه. وللاسف قصص زي دي متكرره بشكل مرعب. وانا بعمل سيرش عن الموضوع ده قريت تقرير ولقيت ان 30% من حوادث الابتزاز الالكتروني اللي بتستهدف البنات كانت بهدف مادي، يعني بيبتزوهم عشان ياخدوا فلوس، و30% تانيين لاغراض جنسيه، يعني بيبتزوهم عشان يعمل فاهم. ولك ان تتخيل ان 75% من الجرائم اللي بتحصل بسبب التعرف على الانترنت بتكون من خلال التطبيقات دي، تطبيقات المواعده زي السوجو اللي دلوقتي بيعملوا عنه اعلانات كتير قوي. دراسه طلعت من جامعه بريطانيا بتقول ان اكتر من نص اللي بيستخدموا تطبيقات المواعده متجوزين او مخطوبين. تخيل معايا تاثير ده على البيوت والعائلات المصريه. التطبيقات دي للاسف بقت بوابه سهله جدا للخيانه وبتسبب دمار عائلي بيوصل في كتير من الاحيان للطلاق. الجرائم دي والانتهاكات ما بتفضلش مستخبيه، الاعلام المصري سواء التلفزيوني او الصحفي ومواقع التواصل الاجتماعي كلها بتغطي الموضوع ده بشكل مستمر. صحف زي اليوم السابع والوطن ومصر اليوم، حتى قنوات عالميه زي سكاي نيوز بالعربيه وبي بي سي عربي، كلهم نشروا تحقيقات وتقارير عن مخاطر تطبيقات المواعده وعن قصص الابتزاز والاحتيال اللي بتحصل من خلالها. وزاره الداخليه المصريه وتحديدا مباحث الانترنت وكمان مباحث الاداب بتتحرك بقوه لمواجهه جرائم تطبيقات المواعده وبيبذلوا اقصى جهدهم بصراحه. في تحذيرات رسميه صدرت عن الوزاره بخصوص تطبيقات معينه زي تطبيق تيمو وسوجو اللي بيستهدف فئه معينه وبيطلب معلومات شخصيه حساسه جدا زي صوره البطاقه الشخصيه، وده بيفتح الباب للمساومه والابتزاز. مباحث الانترنت بتتعامل مع بلاغات الابتزاز الالكتروني بشكل جد جدا، وفي عشرات القضايا اللي تم اكتشافها وتم القبض على عصابات ابتزاز ونصب من خلال التطبيقات دي. يا جماعه اللي بيحصل على تطبيقات المواعده مش مجرد واحد بيبتز واحده او واحد بينصب على واحده، في عصابات كامله منظمه وراها شبكات اجراميه دوليه بتستغل التطبيقات دي كاداه رئيسيه لجرائمها. في تقارير كشفت عن وجود مزارع احتيال بتقنيات الذكاء الاصطناعي في جنوب شرق اسيا. العصابات دي بتجبر الضحايا اللي غالبا بيكونوا ضحايا اتجار بالبشر انهم يعملوا علاقات عاطفيه وهميه على تطبيقات المواعده. هدفهم ايه؟ انهم يستدرجوا الضحايا الحقيقيين اللي هنا وهناك عشان يستثمروا في مشاريع وهميه ويخسروا كل فلوسهم. العصابات دي بتستخدم احدث التقنيات زي الديب فيك واستنساخ الصوت، وده اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، وبالمناسبه هو فيديو مهم جدا لازم تسمعه. العصابه بتعمل كل ده عشان يصطادوا الضحيه سواء للابتزاز المالي او الاستدراج لعلاقات غير شرعيه او حتى في بعض الحالات للاتجار بالبشر. ولما تيجي للجانب العلمي والحياه اللي بنعيشها، علماء النفس بيقولوا ان التطبيقات دي بتلخبط مفاهيم العلاقات عند الشباب، بقى في اندفاعيه في العلاقات والبحث عن المتعه السريعه اكتر من الجواز والاستقرار. ولكن لحسن الحظ القانون المصري مش ساكت على الجرائم. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، واللي اتبسطت جدا لما قريته وعرفته ان ده اهم قانون بيحميه. القانون ده بيجرم اي حد يتعدى على حرمة الحياة الخاصة او ينشر صور او معلومات شخصية من غير موافقة صاحبها. الابتزاز الالكتروني بيتم التعامل معاه في القانون ده بالاضافة للمادة 327 من قانون العقوبات اللي بتعاقب على الابتزاز والتهديد. العقوبات ممكن توصل ل5 سنين سجن وغرامات كبيرة لو تم الابتزاز بنشر صور او معلومات مخلة بالشرف. وكمان القانون بيجرم التحرش بانواعه سواء كانت بالرسائل او بالصور او بالفيديوهات. ولو حصلت معاك اي مشكله من دول، ويا ريت نعرف الرقم ده لكل الشباب والبنات، في خط ساخن لوزاره الداخليه 108 تقدر ترن وتبلغ عليه عن اي جريمه الكترونيه حصلت لك. وبعد كل اللي حكيناه ده، السؤال الاهم، هل تطبيقات المواعده دي خطر حقيقي على المجتمع المصري ولا مجرد وسيله تواصل زي اي وسيله؟ بصراحه الاجابه مش سهله، لان هي مش مجرد وسيله تواصل بريئه. بكميه البيانات اللي بتجمعها وطبيعه المجتمع اللي بيستخدمها ووجود العصابات الاجراميه اللي بتستغلها وبكل القصص اللي سمعناها، اقدر اقول لك وبكل ثقه ايوه تطبيقات المواعده دي خطر مجتمعي فعلا. خطر بيقدر يهدم بيوت، خطر يقدر ينهي مستقبل شباب وبنات، وفي بعض الاحيان بيوصل لحالات الانتحار. في النهايه قرار استخدام تطبيقات المواعده ده قرار شخصي، براحتك وبراحتك، كل واحد حر في اللي بيعمله. بس قبل ما تحمل اي تطبيق من التطبيقات دي، افتكر دايما ان ورا الشاشه دي في عالم كامل، ممكن يكون فيه حب، ممكن يكون فيه خطر. كمان افتكر دايما الفيديو ده والمعلومات اللي سمعتها فيه. الفيديو ده كده خلص، بس ما تنساش بقى تعمل لنا لايك وشير عشان نوصل الفيديو ده لاكبر عدد. وكمان لو عندك اي موضوع او تطبيق شاكك ان وراه حاجه، اكتبوا لي في الكومنتات وانا هجيب لك سلسله
سبيل امه. وبس كده. سلام.